السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميرة. عواشر مباركة، دخلوا عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو إن شاء الله. اليوم غادا نحضروا بريوات بالحوت بلا حوت، كيجيو كتر من رائعين بطريقة اللي هي جد بسيطة وسهلة ومكونات اللي هي اقتصادية جدا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، فعلا تستحقوا التجربه. ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي باقي ما مشارك يشارك، ودعمونا باللايك. على بركه الله غادا ندوزو المقادير. اول حاجه كناخذوا الفيرميسيل، كناخذوا الماء، كنخليوه حتى كيغلى مزيان وكنوضعوها فيها. كناخذوا واحد بانيو صغير ولا اي حاجه عندكم، كنوضعوا فيها الفيرميسيل وكنخويو عليه الماء وكنخليوها حتى كتطلق. غادا ندوزو نحضروا الحشوه ديال الحوت بدون حوت. غادا نحتاجو 2 بصلات محكوكين، وغادا نزيدو 2 تومات، الرويسات ديال التومات محكوكين، وغادا نزيدو البابريكا والابزار والسكينجبير والهريسه الحار، وغادا نزيدو الملح، وغادا نزيدو النكهه ديال الحوت، وغادا نزيدو الزيت نباتيه، وغادا نزيدو الحامض مقطع مصير، واحد النصف حامضه صغيره بقيت مقطعه، وغادا نزيدو الطون 6 ديال البواطات ديال الطون. كنخلي واحد شويه ديال الزيت ديال الطون، ما كنزولوش كلشي، غير القليل فقط. وغادا نزيدو شامبينيون، غادا نزيدو معلقه ديال الموطارد، وغادا نزيدو الصوجه. غادا نوضعوا الكل فوق النار تكون متوسطه، وغادا نحركوا الكل مزيان حتى كتشحر لينا مزيان وكتشرب وكتولي لينا الحشوه معلكه. بعد ما وجدت لينا الحشوه ديال نكهه الحوت كما كتشاهدوا جات معلكه وما بقاش فيها داك الزيت نهائيا، تشربت مزيان. غادا نوضعوها جانبا. كما كتشاهدوا الفيرميسيل صفيناها، وغادا ناخذ مقص وغادا نقطعوها بهذه الطريقه كما كتشاهدوا. غادا نزيدو على الحشوه ديالنا الربيع مقطع، وغادا نزيدو عليه الفيرميسيل. كنبقاو نضيفو بشويه بشويه حتى كنكملوا الكميه ديال الفيرميسيل 500 غرام صافي. وغادا نضيفوا ليها بالنصف الكميه حتى كنكملوها، وكنوضعوهم جانبا حتى كتبرد الحشوه تماما باش ما تقطعش لينا الورقه.
غادي ناخذ الورقه، غادي نقطعوها من الجوانب وغادي نقطعها من الوسط. غادي ناخذوا القطعه اللي قطعناها، كناخذوا جوج قطع وكنعملوا الدقيق مع الماء وكنلصقوا كما كتشاهدوا بهذه الطريقه. كنلصقوها في الوسط، كنعملوا غير شويه ديال الدقيق باش ما تحلش لينا الورقه، وكنعملوها بهذه الطريقه. كنعملوا وحده في وحده وكناخذوا الحشوه ديالنا وكنعملوها على شكل بريوات، على شكل مثلثات، طريقه اللي هي جد بسيطه وسهله. كناخذوا الطرف الموالي وكنعملوه على شكل مثلثات، طريقه اللي هي جد بسيطه، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل. ملي كنشكلوهم مثلثات كنقطعوا الطرف اللي شايط لينا بزاف ديال الورقه صافي، وكندخلوها في الوسط ديال الورقه، ما كنديروهاش من الفوق صافي، وكنسدو بالدقيق والماء صافي، كتجينا على هذا الشكل هذا. وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل. بعد ما كملنا كما كتشاهدوا شكلناهم على شكل بريوات مثلثات بحشوه اللي هي اقتصاديه جدا، وبحال كتاكلوا الحوت، الطريقه اللي هي زوينه وحشوه اللي هي واعره بزاف. كنتمنى تجربوهم. دابا انا غادي ناخذ بلاستيكه وغادي نبدا نستف فيهم بهذه الطريقه. كناخذ واحد 5 ولا 4 ديال البريوات وكنستفوهم وكندخلوهم المجمد مباشره. وهذه هي الطريقه ديالي انا ديال هاد البريوات. كنتمنى الاعجاب ديالكم وتجربوهم، فعلا تستحقوا التجربه. ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي باقي ما مشارك يشارك، وتدعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله. واشر مباركه ورمضان كريم، كل عام وانتم بالف خير.